تحياتي من مطبخ نودي وأسماء، وأنا أسماء. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حلاوة المولد، وهنعمل أشهر حاجة فيها وهو الملبن. هنعمله بقى بطريقتين. هنعمل الملبن العادي اللي هو من غير جيلاتينة خالص وبيبقى متعفر بالنشا، وهنعمل بقى النوع التاني اللي هو الملبن الجيلي بالجيلاتينة، بيبقى عليه مرشوش السكر، وهنعمله بألوان مختلفة والولاد هيحبوه قوي، أنا متأكدة. أول وصفة هبتدي بيها اللي هو بدون جيلاتين. معانا 375 جرام من المية، وزيهم بالظبط من السكر. في حلة هضيف المية والسكر وأسيبهم بقى على النار لحد ما يغلوا مع بعض. بعدين معايا 210 جرام من النشا، هدوبهم في 325 ملي من المية وادوبهم مع بعض كويس، وبعدها أحطهم على المية والسكر. ادي خليط المية والسكر بدأ في الغليان. هبتدي بقى انزل بخليط النشا وهفضل اقلب لحد ما القوام كله يتقل. بعد ما النشا تقل هنزل عليه ب 400 جرام من عسل جلوكوز. العسل بقى هيخلي الخليط يفك معانا. هنا بقى بعد ما ضفنا العسل هنهدي الحرارة ونسيب الملبن بقى يستوي على نار هادية لمدة ساعة الا ربع او ساعة الا 10 دقايق، ونقلب فيه بقى باستمرار، يعني كل 10 ثواني كده علشان ما يتلسعش معانا من تحت. هنا اثناء التسوية بنحضر صينية او طبق ونفرش فيه بقى طبقة من النشا. هنا بقى بعد تلت ساعة كده نديله رشة خفيفة جدا من ملح الليمون. لما الملبن بيقرب يستوي هتلاحظوا بقى ان لونه بيغمق شوية شوية، خفيفة قوي، وابتدى يمسك نفسه. هنا اخر خطوة بنضيف المنكهات. الاصل دايما بيبقى مية الزهر، بس انا مش عندي، مش متوفرة، فهضيف بقى فانيليا. كده الملبن بعد ما استوى هننزل بيه بقى على النشا ونفرده وهو لسه سخن. نسيبه بقى يبرد من 3 ل 4 ساعات او لتاني يوم. بعد كده بقى بنقطعه. ده شكله تاني يوم. هنبتدي بقى نقطعه مربعات مستطيلات زي ما نحب. وكده الملبن بقى جاهز. ده شكله وده قوامه. هيبقى حلو قوي. هنا بقى هنبتدي في الطريقة التانية. هيبقى معايا نص كيلو من السكر، نص كيلو من المية، و150 جرام من العسل. نرفعهم كلهم على النار لحد ما يوصلوا بقى لدرجة حرارة من 135 ل 140. في نفس الوقت ده هدوب 50 جرام من الجيلاتينة في 125 ملي من المية واسيبهم على جنب. أول ما الخليط يوصل للحرارة المطلوبة هنهدي النار جدا، وننزل بقى بالجيلاتينة ونقلب لحد ما تدوب، وبعدها نطفي الحرارة. هنا بقى هضيف رشة من الفانيليا ونقلب مرة تانية. دلوقتي هوزع الخليط في أطباق علشان أدي الألوان بتاعتي، أو ممكن نسيبه بلونه الطبيعي ده زي ما تحب. ونقلب بقى الألوان بسرعة علشان ملحقش يبرد معايا.
بعد ما حطينا الالوان بتاعتنا نبتدي بقى نوزع الخليط في قوالب سيليكون. او قوالب زي اللي انا جايباها دي، الحقيقه بتبقى سمكها رفيع شويه، وهتساعدني بعدها ان انا اخرج منها الملبن بعدين. نسيبه بقى يبرد تماما، وبعدها ندخله التلاجة ليله كامله علشان يتماسك كويس. ده شكله بعد ما تماسك وبقى قوامه كويس قوي. لما اجي بقى افكه او اخرجه لازم استخدم السكر علشان ما يلزقش في ايدينا. اول حاجه بنعملها بنحاول نحرر الاطراف، وبعدين هنلاقيه بقى بيطلع معانا بمنتهى السهوله. ده بقى هنبتدي نقطعه زي ما احنا عايزين، ونعفر السكينه بقى في نشا قبل التقطيع، وبعدها نعفره برضو في السكر. كده يطلع معانا الملبن الجلي بألوانه وأشكاله الجميلة اللي كل الولاد أكيد هيحبوها. وبكده عملنا مع بعض النوعين، الملبن اللي من غير جيلاتينة، وكمان الملبن الألوان. قولي بقى ايه أكتر حلوى بتحبوها في المولد، وايه طقوسكم واحتفالاتكم الجميلة. وفي آخر الوصفة بتمنى إنها تكون عجبتكم، وبالهنا على قلوبكم.